منا توقعوا 2 فوز ريال مدريد و2 فوز السيتي بهدفين هدف واحد، انت الوحيد توقعت تعادل بهدف لهدف، بدك تستحق جائزه في نهايه المباراه، جائزه رجل المباراه تذهب اليك. لكن المباراه بالاجمال كانت مباراه حذره، تشعر ان الفريقين صارا اكثر حذرا وخشيه من بعضهم البعض مقارنه بالموسم الماضي. كل واحد فكر في تعطيل مفاتيح لعب التاني، وده اللي نجح فيه كل مدرب. اولا النهارده من نجوم المباراه ووكر وقف فينيسيوس، من نجوم المباراه كارباخال وقف جريليش، من نجوم المباراه كامافينجا وقف برناردو سيلفا. فكل المباراه نجومها مدافعين. لحظاتها الحاسمه للمهاجمين، انما معظم ال 90 دقيقه المدافعين ممتازين. فكل مدرب فكر يعطل الثاني ازاي، مش يجبر الثاني او يضغط الثاني او يستغل نقاط قوته. فالمباراه الاولى حساباتها راحت لجوارديولا، هو مبسوط قوي بالاداء والنتيجه، بدليل انه ما غيرش ولا تغيير. ال11 اللي بدا بيهم بدون تبديل نهى بيهم. المشكله كان عند انشيلوتي اللي كان عاوز ياخد نتيجه ايجابيه، عشان كده كان متعصب. متعصب من قرارات الحكم، وايضا متعصب انه عاوز يكسب، لانه عارف ان في المباراه الثانيه هتبقى صعبه. فكل مدرب كان محضر نفسه دفاعيا كويس قوي، عشان كده ما شفناش جيم فني عالي. تكتيكيا مميز، انما مش جيم فني عالي. الناس بتقارنه بال4-3 بتاع الموسم الماضي لا، مختلفين. كل واحد عامل حساب اول الثاني وبيحترم الثاني قوي، فمش مدين المساحات. بالمناسبه هذا اول تعادل بين المدربين. نعم. فمش مدين المساحات ومش مدين الحريه للنجوم. انا هقف عند الهدف الثاني، الهدف التعادل بتاع السيتي. وده اللي ابو خالد التغيير اللي حصل في الشوط الثاني بالنسبه للفريق ككل. اولا ضغط الفريق بدون كره بقى اشرس، بقى كل لعيبه وسط الملعب قريبين من لعيبه وسط الملعب بتوع ريال مدريد، فخلى البيلد اب بتاع ريال مدريد صعب. عكس في الهدف الاول اللي سجلوه، كان خطا كبير، كان رودري بعيد، راحت لمودريتش طلعوا بيها. فلما تيجي الهجمه من الاول خالص كانت الكره مع كامافينجا عاوز يطلع بيها من البيلد اب، اتقطعت من رودري اللي راحت صدحها جندوجان لدي برويني المميز بالنسبه للفريق ككل. فانا اشوف ان ضغط الفريق بدون كره بقى افضل، بقت حريه دي برويني اعلى في الشوط الثاني، الكره بقت توصل له كتير، فتحس بخطوره بالنسبه للسيتي. اتفق مع الدكتور طارق، انا ما شفتش هالاند الا في السنتره بتاع الهدف التعادل، وفي بدايه المباراه في السنتره لمساته كلها، وفي نهايه المباراه في السلام على بعض. وانا بقول لك لمساته كلها خرج من منطقه الجزاء. وروديجر النهارده قدم مباراه كبيره، ألابا قدم مباراه كبيره. فانا اعتقد ان ده اللي عمل الكبير بالنسبه للفريق. خلونا نشوف لقطه الاعتراض من انا اضحك. لا انا وجهه نظري الخط اللي في التقنيه اللي احنا عاملينه ارفع من الخط. نشوفه مره ثانيه. احنا لا بس يا ابو خالد في حاجه، في شيء ورونا اياها كمان، في شيء مهم. الكره لما لم تحسب كلام التماس، رجعت الكره الى ريال مدريد فتحسب لعبه ثانيه. لحظه لعبه ثانيه، لحظه لو لا تحسب يا حبيبي، لحظه ما في شيء يوقف الكره. لو رجعت ريال مدريد لا باستمرار قاعد تمشي الكره. حاتم لو رجعت كره ريال مدريد وسجل هدف ريال مدريد اوكي تحسب يحسب.